لما موقع جزائري ينزل الخبر بالعنوان ده: منتخب البرازيل يخسر مباراته بنتيجة 2-1. انتوا مستنيين ايه اكتر من كده يا جماعة؟ والله الحاجات اللي زي ديت هي اللي بتعمل فتنة، والله العظيم. يعني انا مش فاهم ايه المشكلة لما تكتب المغرب. يعني لو كتبت المغرب هيحصل مصيبة، الكون هيتقلب، هيحصل كارثة. مين يا عم اللي كسب البرازيل؟ ما تنطق المغرب. ليه مش يعني انت كده كسبت المغرب، يعني لما انت ما كتبتش اسمها في الخبر. وبعدين تعالى بعيدا عن المشاكل، انت ازاي كصحفي او كجريده او كموقع تنزل الخبر ناقص؟ ده يعني انت ما ينفعش اصلا مهنيا في الصحافه بالذات، والناس بتوع الصحافه يفهموا الكلام اللي انا بقوله ده. انت ازاي ما ينفعش تنقص حرف؟ ما بالك انت بتشيل كلمه كامله، بتحذف كلمه كامله، وبعدين ده الكلمه ديت هي السبب اصلا. هو مين اللي كسب؟ فانت ازاي اصلا مهنيا راضي عن نفسك؟ انت ازاي؟ يعني حاجه غريبه، والله حاجه غريبه جدا. يعني انا مش عارف. وبعدين برضو لما تعمقت في الموضوع دوت، يعني المشاكل معقده بين الجزائر والمغرب لدرجه كبيره. بس حاجه زي دي لما المتابعين يشوفوك ما بتكتبش اسم المغرب، انت كصحفي المفروض اصلا انت اللي تنشر الحياد، تنشر الروح، تنشر الثقافه عند الناس، تقبل الاراء. ويعني انت المفروض تبقى تتقي الله. انت اللي انت عملته ده ما بتتقيش الله. على فكره هم حذفوا المنشور، الموقع الجزائري دوت ولا الجريده الجزائريه دي حذفت البوست. انا بدور عليه تاني مش لاقيه. فانت ما ينفع يا ما تنزلش الخبر خالص، ولا تقول البرازيل خسرت ولا المغرب كسبت ولا اي حاجه، طالما انت في مشاكل وزعلان وهتتحاسب على الكلام اللي هتكتبه. من مين بقى؟ الله اعلم مين اللي انت خايف منه عشان ما تنطقش اسم المغرب. تمام، بس خلينا نقول ان انت زعلان ما تنزلش، انما ما تقوليش البرازيل خسرت مباراتها 2-1. هو مين اللي كسب البرازيل؟ ما انت كده هتضايق الناس، كده هتعمل فتنه. اتمنى تكون رسالته واضحه، عشان الموضوع صعب جدا جدا كمان، وبينشر تعصب كبير. وترجعوا تقولوا مين اللي بيعمل الفتنه؟ ما هي دي فتنه، اللي تتعمل دي فتنه كبيره كمان. يعني انا بصراحه برضو انا عايز يعني ادلي بشهاده حق، عشان انا تعمقت في الموضوع ده ووجدت ان بعض الجزائريين او معظم الجزائريين زعلانين من المغرب والمغاربه بسبب ان المغرب بتتعامل مع اسرائيل. طيب انا هشاهدكم شهاده. هتقولي دوله عربيه وحيده ما بتتعاملش مع اسرائيل، وما تقوليش بلدي، تقوليش بلدك، يعني لان الكل بيتعامل مع اسرائيل في الخفاء، في العلن الكل بيتعامل مع اسرائيل. قد تكون يعني بدون ذكر اسماء وبدون ذكر بلدان، لكن انا باكد لكم ان 100% بيتعاملوا مع اسرائيل من العرب. يعني انا والله مش عايز اقول لك ان فلسطين نفسها والفلسطينيين نفسهم بيتعاملوا مع اسرائيل. انتوا ليه محسسين انها حاجه غريبه؟ يعني انت عندك مثلا غيره على العروبه والدين، تمام يا عم، ما تطلعهاش على اخوك، ما تطلعهاش على جارك. تمام، ولو هتمشي بنفس المبدأ مع المغرب ان انت زعلان، ازعل بقى من كل العرب. ما كل العرب بيتعاملوا مع اسرائيل والله من زمان جدا، يعني مش من النهارده ومش من السنين اللي فاتت، من زمان. فانا مش لاقي بصراحه سبب منطقي للي بيحصل، وحاله التعصب اللي موجوده والحقن اللي موجود في الشوارع ده. يعني الامور ابسط من كده. الجزائر والمغرب اخوات وهيظلوا اخوات الى يوم الدين. فاللي بتعمله بقى الصحافه دوت بالشكل دوت، هو ده بقى اللي بيسبب عداء، بيسبب نوع من الكراهيه. فده ما ينفعش، نتمنى ما نشوفوش تاني لا في الجزائر ولا في المغرب. وانا قد اجزم ان المغرب عمرها ما تنزل حاجه زي كده عن الجزائر، او تنسف كلمه او مصدر. يعني ده كلمه المغرب في الخبر اللي نزلته صحيفه الشروق ديت. يعني كلمه المغرب المفروض هي تكون الاساس، الكلمه الرئيسيه، لان هو السبب. فحضرتك انت نسفت حاجه مهنيا لا يجوز، لانك انت ما ينفعش كصحفي تسقط السبب. يعني تمام. الحاجه الثانيه اخلاقيا لا يجوز. فانت ايه اتقوا الله فيما تكتبون وفيما تفعلون. والله العظيم اللي بتعمله ده ما فيهوش اي نوع من انك اقول ايه. انا يأست في الموضوع دوت، وانا كنت بس حابب اتكلم والله عشان اوضح وجهة نظري، لان اللي بيحصل دوت زاد عن حده كتير جدا جدا. واتمنى ان المشاكل دي تنتهي والكل يبقى اخوات واحباب. واتمنى ان موضوع غلق الحدود ده من جانب الجزائر ينتهي. والله ما بحبش اتدخل في السياسة، بس انا لقيت الفترة اللي فاتت السياسة داخلة في الرياضة. يعني كده الجزائر بتخلط السياسة بالرياضة. موضوع غلق الحدود ده حاجة مش لطيفة، خصوصا ده جارك
وواحد يقول لي انت متحيز للمغرب. اه والله ما متحيز يا اخي، خليك انت حتى الكبير، اكبر في عقلك وتصرفاتك يا اخي. على الاقل المغرب ما قفلتش الحدود بتاعتها تجاه الجزائر، الحدود مغلقه من جانب واحد من الجزائر، فالمغرب عادي بتتعامل حتى الان عادي وما بتردش المعامله بالمثل. وفي اي وقت ممكن تحتضن اي فريق جزائري، وهتشوفوا، وهتحتضن المنتخب الجزائري ومفيش مشكله. سلام نفسي. وفكك بقى من موضوع اسرائيل والكيان الصهيوني والناس دي، يا اخي والله العظيم احنا اكتر ناس بنكره اسرائيل، العرب كلهم. بس انت هتعمل ايه؟ ما حكومتك هي اللي بتتعامل. انت يعني حكومتك، انت مالك؟ احنا مالنا؟ كل حكام العرب بيتعاملوا عادي جدا. ولو ما تعاملتش برضه ما انت بتستفيد. انت عايز تقطع العلاقه خالص، عايز تقطع الكلام خالص بينك وبين اسرائيل، خلاص يا عم. انت ماشي، خليك نفسك في ده وحب ده ومفيش مشكله، لكن ما تطلعش بقى غضبك على اخوك وجارك. احنا مالنا؟ بجد والله حاجه غريبه. يعني مش يعني ممكن اكون مخطئ في كلامي، بس انا لو مخطئ حد يكتب لي في التعليقات، لكن انا باكد لكم 100% وبعيدها تاني ان العرب باكملهم بيتعاملوا مع اسرائيل. بس خلصت.